مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل المنين بالعجوة. تعالوا نشوف المقادير. 4 كوبايات دقيق أبيض. بنخله الأول. حوالي نص كوباية سكر. معلقتين دقيق الجلوتين أو ممكن نستخدم محسن خبز، معلقة واحدة صغيرة. نص معلقة ملح صغيرة. معلقة خميرة اللي هي الفورية. ودي حوالي كوباية مية دافية. ودي حوالي كوباية زبدة صناعي. ممكن نستخدم زبدة عادية أو سمنة. والعجوة كمان قبل ما ابتدي خالص واعجن، هوريكم ازاي انا عملت العجوة. دي العجوة اللي انا عملتها. خدت واحدة من دي وخلطتها بشوية زبدة او مرجرين. بعد ما خلطتها سيحتها شوية على النار ورحت حطها على شيت ورق زبدة. حطيت حتة كبيرة وفردتها، وعشان افردها وانا بحطها بجيب النشابة واقوم فردة بهذه الطريقة، واقوم فردة كده تقوم تبقى كلها مقاس واحد. انا عاملة طبقتين هنا، وفي نفس الوقت رشيت عليها سمسم وشلتها في التلاجة عشان تبقى ماسكة معايا. قبل ما ابتدي افرد هوريكم ازاي هقسمها. نبتدي العجينة مع بعض. الاول احط دقيق ومعاه الحاجات الناشفه كلها. اتفقنا الجلوتين فلور ده انا ممكن استغنى عنه لان في انواع دقيق كتير بتنجح بسرعه، مش محتاجه ده. لكن بالنسبه دي اللي عندي انا محتاجه اضيف له دي عشان يفرد معايا. والسكر برضه احطه، والملح والخميره. اقلبها الاول كويس. بعد كده احط الزبده واقلبها، افركها بقى بايدي كده. مهم قوي ان الزبده تختلط كويس قوي مع الدقيق قبل ما اضيف الميه. كده هي اختلطت كويس. ابتدي اضيف الميه دي بقى انا مش عارفه قد ايه، بس وانا بشتغل هحس بقى كده كفايه ولا لا. هعمل فتحه في النص كده وازود الميه دي دافيه شويه. هي العجينة كده خلاص اختلطت كويس زي ما احنا شايفين، وطرية في ايدي كده وحلوة. الخطوة اللي بعد كده هجيب بولة وهحط فيها، هرشها بالزيت واحطها تخمر. مهم قوي انها تخمر اول تخميرة دي قبل ما افردها، لان اما باجي افردها على طول كده ما بتساعدنيش العجينة، ما بتبقاش مرتاحة. اي نوع من العجائن اللي معمول بالخميرة لازم اول تخميرة دي وبعد كده ابتدي افردها واغطيها ببلاستيك راب واسيبها لحد ما احس انها عليت كده بقت الضعف. في نفس الوقت بجهز الصاجة بتاعة الفرن، بحط لها اللي هو ورق الزبدة وبرضو ارشه بالزيت. بنبتدي نجهز العجوة. بكون مجهزة صينية كده، احط ورق الزبدة الاول وبعدين كده ابتدي اقسم العجوة اللي عندي. بقسمها حتت طويلة، مستطيلات طويلة كده بمقاس القرص نفسها. انا ليه بفردها بالطريقة دي؟ عشان خاطر تبقى رقيقة في القرص، لان لو عملته بايدي العجينة هتتبهدل. كده انا جهزتها زي ما احنا شايفين. العجينة خمرت اهي بقت الضعف. بقسمها مثلا 3 اجزاء وابتدي افردها. بس وانا شغالة لازم اغطيها دي عشان ما تعملش وش عبال ما اخرج. وبكون مجهزة معايا دقيق هفرد عليه. ببتدي اسوي بقى حتة كده عشان احشي اول واحدة. ده طبعا هستعمله تاني. واحط له بالطريقة دي وابتدي اقفل عليها. دي طبقتين واعمل طبقة كمان واقوم قطعاه من هنا. كده انا عملت واحدة. اشيل الجزء اللي هو مفيهوش عجوة
قبل ما اقطعها بكون مجهزة صفار بيضة محطوط عليها شوية لبن صغيرين وفانيليا، مقلباهم كويس. وبعد كده ابرش كده عشان وهو متقطع مش هعرف ادهنه بالبيض. وبعدين ابتدي اقطعه. وارص على طول في الصينية في الصاجة. اما ارصه في الصاجة الحتة اللي تحت دي هتبقى تحت عشان ما تتفتحش. هو عمل صاجتين كده. هسيبه يخمر. هولع نور لمبة الفرن واسيبها لحد ما يعلى. زي ما احنا شايفين المنين خمر بقى الضعف. ولعت الفرن على 350 او 180 درجة. اول ما الاقي الوش احمر اطلعه على طول. المنين استوى. استنيت لحد ما اتحمر وشه. اخد تقريبا نص ساعة. هو عشان كان صاجتين بدلت، طلعت الصاجة فوق وصاجة تحت، وبعد حوالي 20 دقيقة عملت بدل عشان يحمر كل الوش. في ناس بتحب وهي بتفرده بترش عليه سمسم. حاولوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.